عززت إسبانيا قرار الإشادة بالمقترح المغربي للحكم الذاتي حلاً واقعياً مقبولاً لقضية النزاع في الصحراء المغربية، بإعلانها الاعتراف بالحركة الصحراوية المنشقة عن جبهة بوليساريو التي يطلق عليها اسم صحراويون من أجل السلام، ما سيمنح هذه الحركة الصحراوية الجديدة أفقاً دولياً تستطيع من خلاله تقديم نفسها بديلاً مقبولاً عن الجبهة الانفصالية. مدريد. أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية عن تقييدها رسمياً لحركة صحراويون من أجل السلام المنشقة عن جبهة بوليساريو، باعتبارها إطاراً سياسياً يدافع عن حقوق الإنسان والحرية، وتدعم الحوار مع المغرب وقبول طرحه للحكم الذاتي كحل واقعي لتسوية قضية الصحراء المغربية، حيث تم تسجيلها في سجل خاص بالمنظمات الدولية التي تعترف بها الوزارة. ويقول مراقبون إن الخطوة تضيق الخناق على تحركات الجبهة الانفصالية داخل إسبانيا كما السابق، وإفراغ مشروعها الانفصالي من محتواه. وأكدت الحركة في بيان لها أنها ستواصل العمل وفق خطابها المعتدل والداعي إلى حل سلمي لمشكل الصحراء، معتبرة أن الخطوة التي أقدمت عليها السلطات الإسبانية تمثل تحولاً كبيراً يرتقب أن يضع الحركة في مكانتها الدولية المستحقة، وستواصل العمل وفق خطابها المعتدل والداعي إلى حل سلمي لمشكل الصحراء، والذي أقنعت به عديد الفاعلين الدوليين.